خبر يهز الوسط الرياضي. تحرك سريع وشكوى الكابتن محمود الخطيب لوزير الشباب والرياضة لمجلس الدولة، وعزل وزير الشباب والرياضة بسبب سكوته على لجنة الانضباط الغير قانونية، وعدم عزل مرتضى منصور. ومرتضى منصور يهدد عادل الشربجي رئيس لجنة الانضباط بوقف كهرباء وعدم لعب مباراة السوبر. فقرر رئيس لجنة التظلمات عادل الشربجي انعقاد اجتماع اليوم، ومرتضى منصور يؤجل النطق بالانسحاب من عدمه لبعد اجتماع عادل الشربجي وقرار الحسم. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت اهلاوي اصيل دعم منك للقناة، اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الاهلي. النهاردة يا سادة، بعد تضارب الأحداث، وقرر مرتضى منصور بالانسحاب من السوبر المصري، ويهدد رئيس لجنة التظلمات عادل الشربجي بأشياء غريبة. وصرح وقال مرتضى منصور: لازم كهربا يتوقف زي ما أنا اتوقفت، ومش هسافر مع البعثة رغم إن أنا الرئيس الشرفي للبعثة، ولكن لازم كهربا ما يلعبش المباراة. فهدد مرتضى منصور عادل الشربجي بوقف كهربا عن اللعب. فقرر عادل الشربجي رئيس لجنة التظلمات بانعقاد اجتماع اليوم الاثنين، وأجل مرتضى منصور اجتماعه اليوم لغد بعد النطق بالحكم من رئيس لجنة التظلمات عادل الشربجي بوقف كهربا عن اللعب في المباراة، وإلا سينسحب مرتضى منصور من المباراة ومش هيلعب مباراة السوبر. وبيهدد عادل الشربجي بفضايح على الهوا. فقرر الكابتن محمود الخطيب بتحرك سريع لوزير الشباب والرياضة وشكوى لمجلس الدولة بعزل وزير الشباب والرياضة بسبب تواطؤه مع مرتضى منصور بعد وقف كهربا. وقرر الكابتن محمود الخطيب بسبب اللجنة الغير قانونية وهي لجنة الانضباط وعدم تحرك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بحل مجلس الانضباط وحل لجنة الانضباط بسبب عدم قانونيتها. فتحرك الكابتن محمود الخطيب بشكوى لمجلس الدولة سريعا بعزل وزير الشباب والرياضة بسبب تواطؤه مع مرتضى منصور وعدم عزله وتطبيق القانون حتى الآن. وجن جنون مرتضى منصور بعد شكوى الكابتن محمود الخطيب ضد وزير الشباب والرياضة. وصرح مرتضى منصور وقال إن الكابتن محمود الخطيب بيعمل بلبلة في الدولة وبيهين وزير الشباب والرياضة وبيهين المسؤولين. فهل يتم عزل وزير الشباب والرياضة وتطبيق القانون، أم وزير الشباب والرياضة سيبقى مكانه في تواطؤه مع الاتحاد الكرة المصري ومرتضى منصور ولجنة الانضباط ولجنة التظلمات ضد نادي الأهلي؟ وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة دعما منك للقناة حتى يصلك منا كل جديد.